الرحمن الرحيم. هنعمل مع بعض النهارده التندوري الاصلي الهندي. انا هقول بسم الله على طول في الوصفه. عندي هنا في طاسه على النار فيها معلقه زيت كبيره، هسيبها بس تسخن شويه. هحط من كل حاجه معلقه صغيره. هحط بابريكا وكمون وكزبره وجرام مسله وكمان فلفل كشميري احمر. هسيبهم بس كده ريحتهم تطلع لمده دقيقه. البهارات سخنت مع الزيت وريحتها طلعت، انا هطفي عليها. هفضي البهارات في البوله اللي انا هستخدمها. عصرة ليمون كبيرة وكوباية زبادي ومعلقة توم مفرومة وكمان زيهم جنزبيل مفروم. البديل بتاعه البودر. هقلب كله مع بعضه. هحط الملح كمان حسب الرغبة، وهحط نقطتين كده لون طعام احمر عشان يعزز لي بس اللون بتاع الفراخ. وهزود معلقة زيت بسيطة، مش هكتر عشان الزيت اللي في البهارات. كده الخلطة عندي جهزت. مجهزه عندي الفراخ، غسلها بالملح والخل والدقيق ومصفياها كويس وعملها كده فتحات بالسكينه. انا مستخدمه وراك وصدور، تقدروا تستخدموا وراك بس او صدور بس، او كمان مخليه من غير عظم خالص. هسيبها كده في التتبيله، طبعا الكميه تقديريه. ممكن لو مستعجله عليها تشتغلي فيها كمان ساعتين 3، بس انا بحب ابيتها ليله كامله، لان كل ما هتبيتيها كل ما هتعزز الطعم عندي اكتر. هسيبها بقى وبعد كده نقول لكم طريقه سواها ازاي. بعد مرور الوقت مجهزه عندي الاير فراير، اللي مش متاح ممكن تحطوها في صينيه وتدخلوها الفرن عادي، هتديكوا نفس النتيجه بالظبط. انا هدخلها لمده 40 دقيقه، وفي نص الوقت هقلبها على الناحيه التانية عشان تاخد عندي لون من كل الجهات. وهولع فحمايه عند ما تيجي تستوي عشان احطها وتديني نفس التدخينه بتاعه الشوي بتاعه التندوري. بعد ما استوى هحط بقى فيها الفحمايه كده، هرجعها تاني. ده شكلها بعد ما استوت وحطيتها. عايزه اقول لكم طعمها وريحتها بجد تحفه، مش هتفرقوها عن التندوري الهندي الاصلي. اتمنى ان انتوا تجربوها، يا ريت تسيبوا لي كومنت طريقتكم فيها ايه. ما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ولو عجبك الفيديو لايك وسبسكرايب وشير، وان شاء الله هنزل لكم وصفات تانية جديده.